ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ بقالي كتير ما نزلتلكمش فيديوهات انا عارفه. بس صدقوني والله ما كنتش فاضيه خالص، انا مصوره لكم فيديوهات كتير قوي بس لسه ما نزلتهاش. فان شاء الله تابعوني بقى الايام اللي جايه عشان هنزل لكم كل الفيديوهات اللي انا صورتها. انا دلوقتي في الامارات، انتوا طبعا عارفين. انا في الشارقه. ده حاجه اسمها الجمعيه. بس قبل ما نبدأ بقى وقبل ما نقول اي حاجة، عايزين نصلي على النبي في كومنت لايك وشير كتير. عايزين نعمل اكسبلور، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت، عشان نوصل ل100,000 متابع. يا ريت يعني، يا ريت عشان الناس اللي عندي. في ناس بتتفرج على الفيديو بتقدمه ما بتعمليش لايك. ده واحد مصري كان بيديني تيست الحاجة، كان عشان نشتريها من عنده. بس ما شاء الله عليه يعني، جميل ما شاء الله. طبعا احنا المصريين اصلا بنشرف في اي حتة. اللهم صل على النبي، اللهم بارك. عايزين بقى ايه؟ بصوا، ده احنا طبعا كنا في الامارات. ده اسمها حاجه اسمها الجمعيه دي زي مصر يعني، زي الجمعيه اللي عندنا، زي بس ده ايه، بتوع التومين اللي في مصر. دي طبعا بطاقه، هم معاهم بيبقى معاهم بطاقه بيشتروا بيها على البطاقه دي اللي هم عايزينه. بس ما عدا الاجهزه الكهربائيه زي بتوع مصر بالظبط، بس هنا على انضف يعني، هنا على انضف بكتير. انا صورت لكم اصلا حاجات كتير قوي، صورت لكم يعني كل قسم اصلا ممنوع التصوير. ده بتاع الامن جالي في الاخر وقعد يقول لي ممنوع التصوير ممنوع التصوير، كنت انا خلصت التصوير اصلا. ممنوع اصلا التصوير ان انت تصوري في اماكن زي دي، مش عارفه ليه. في حاجه بقى اسمها بقى اسواق مكه. اسواق مكه دي احلى من الجمعيه. دي يعني بص فيها حاجات من جميع انحاء العالم، اصلا بيبقى فيها حاجات من جميع انحاء العالم. آه، اسواق مكه برضو زيها بس احلى منها بقى، كل اشياء بره بتجيبها من اسواق مكه. تحفه، بجد تحفه. ايه الجمال ده! انا بس دي بقى يعني، انا هنا عرفت اصور شويه، اسواق مكه ما عرفتش اصور خالص. ممنوع ممنوع ممنوع. ده قسم الادوات المنزليه، كان نفسي اخده وامشي يعني، انا جبت منه حاجات بس كان نفسي اخده وامشي. طبعا بصوا الجمل، بصوا القمر، بصوا الحاجات الحلوه اللي تفتح النفس. شايفين؟ عايزه اقول لكم على فكره حاجاتهم رخيصه برضو يعني، مش غاليه، مش غاليه قوي يعني. بس هي اكتريه الحاجات اللي عندهم بتبقى ب10 درهم، ب25 درهم، الحاجات دي كده. على فكره انا حسيت اصلا لما حسبتها، حسيت ان اسعارهم زي اسعار مصر يعني، ما فرقتش حاجه، نفس الاسعار ونفس الغلو ونفس كل حاجه. ما فرقوش اي حاجه. وعندهم بقى، احنا عندنا لما بنروح لبتاع القوطه ولا بنروح لاي حد بنجيب منه حاجه بيحط لنا الحاجه في الكيس. هنا هم عندهم ما بيعملوش كده. انت بتجيبي الحاجه وتقفي على الكاشير وت... وتعمليها، بعد ما يحطها لك يضربها لك على الجهاز ولا حاجه، بيقول لك عايزه كيس ولا لا. الكيس عندهم هنا بربع جنيه يعني، بربع جنيه ايه، بربع درهم، سوري بربع درهم. آه بتجيبي الكيس يعني، انت بتشتري الكيس ده. بصوا، ده قسم المستحضرات التجميل والكلام ده. ده تحفه. انا كنت بقف قدام قسم المستحضرات التجميل بتاع الميك اب، انا كنت بتهوس قدامه. المهم، عايزه اقول لكم بقى، ده انتوا بتشتروا كيس في اي مكان بقى، بيشتروا كيس دلوقتي يعني، عندهم بقوا يعملوا كده. ده الشامبو، انا مش قادره من الجمال. جبت منه برضو، ما جبتش، لا جبت. بس شايفين القمر، انا كان نفسي اخد المكان كله وامشي. الزيوت بتاعتهم على فكره صافيه 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 صافيه. ما عندهمش زيت الجمعيه اللي غامق عندنا ده، انا مش عارفه بيعملوه منين ده. ما شفت الزيت غامق عندهم خالص، الزيت صافي شفاف كده، صافي. ايه الجمال ده! ده قسم المكسرات والتوابل. ده احنا عدينا من عنده قبل كده القسم ده، بس قلت اعيد لكم عليه لحسن اكون نسيت. بصوا الجمال عندهم هنا. عايزه اقول لكم، انا مش عارفه احكي لكم ولا اقول لكم، بصوا انا مش عارفه. عايزه اقول لكم عندهم هنا بيقولوا على العيش بتاعنا اللي هو العيش العادي، بيقولوا عليه خبز. وبيقولوا على الرز عيش. بالعكس يعني، عندهم بالعكس.
وبيقولوا على الشاي ده. بصوا بقى، حوار الشاي ده طلع كبير قوي، انا ما قدرتش يعني فضلت اضحك عليه. بيقولوا على الشاي بلبن اسمه شاي كرك، وزي ما احنا عندنا كمصريين بنشرب عادي شاي بلبن وعادي الصبح عادي يعني عادي، هما ما عندهمش كده، لا هما بيشربوا الشاي في لبن ده في اي وقت، زي الشاي عندنا في مصر، يعني زي الشاي لما بنقعد في قعده بنقدم شاي للناس، هما عندهم كده. لدرجه ان في يعني مفتوح كافيهات للشاي كرك ده، مفتوح والناس بتروح تشرب منه. يعني انتوا متخيلين يعني بصوا الجمال. حلويات، البسكوت والحلويات. استنوا انا عماله افتكر لكم على حاجات كتير قوي. بيقولوا على التكييف كنديشة، اسمه كنديشة. التكييف بيقولوا عليه كنديشة، انا قعدت اضحك. اه بس بجد والله العظيم الامارات جميلة جدا 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 جدا. مفيش فيها مواصلات نهائي، مفيش زحمة نهائي. انا بمشي بالعربية، انا خايفة اتعود على كده والله، انزل مصر انزل اتخانق مع الناس. خلقي يضيق بسرعة. مفيش زحمة خالص، مفيش زحمة خالص 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 خالص. ايه ده؟ ايه يا جماعة ده؟ في ايه؟ انتوا شعب قليل ولا احنا اللي كتير ولا ايه؟ مفيش مواصلات عندهم. التكوسة هنا، التكاسي، بقول لكم تكوسة، ما شاء الله على اللغة بتاعتي جميلة. التكاسي هنا، التاكسي يعني تبع الحكومة، مش مش تبع حد، يعني هو تبع الحكومة. يعني لو حد عمل فيكي حاجة هم بيعرفوا يجيبوه بسرعة، هو تبع الحكومة. بس هنا ما بيحصلش الكلام ده. التكاسي هنا تبع الحكومة، فليها وقت معين بتخلص فيه او ما بتشتغلش فيه تقريبا، على حسب يعني معلوماتي، مش عارفة. هنا كله معاه عربيات، ما فيش حد معهوش عربيات. هنا تيتا عماله تتحايل عليا عشان اخد البسكوت، وانا عماله اقول لها مش عايزه. في الاخر خدناه. ما كانتش ساكته، ما كانتش قاعده تيتا، خايفه اهرب منها مش عارفه ولا ايه. كانت كل شويه ماسكه ايدي وتقول لي تعالي هنا تعالي هنا لحسن تتوهي. طب هتوه في هايبر؟ انا مش عارفه، هتوه في مكان كبير زي ده؟ كانت عماله تقول لي هتوهي تعالي هنا هتوهي، واحنا ماشيين في الشارع بقى. بصي عندهم حاجه جميله قوي عجبتني قوي قوي قوي، طبعا بعيد عن الهزار بقى وبعيد عن كل ده. آه العربة اللي بيحطوا فيها الحاجات اللي بيجيبوها بتفضل معاهم لحد ما بيروحوا البيت، وبعد ما بيروحوا البيت بيروحوا سايبينها بره، وحد بيجي ياخدها. انتوا متخيلين الجمال؟ بصوا الترفيه اللي هم عايشين فيه، يا لهوي ايه الترفيه ده. واحنا ليه ما عندناش في مصر كده؟ احنا ليه؟ يعني ليه احنا ما عندناش ترفيه؟ بصوا الترفيه بصوا الشباشب تحفة. الشباشب تحفة. والله انا جبت شبشب برضو، انا ما انا جبت من كل حاجه في المكان. انا ما قدرتش، يعني كان نفسي يبقى معايا فلوس كتير قوي عشان انزل بقى اشتري كل المكان. انتوا متخيلين؟ الاسماك واللحوم بتبقى جايه من كل حته، يعني جايه من جميع انحاء العالم. البطيخ ده مش عارفه كان جاي منين، انا قريته وقعدت اضحك. مش عارفه كنت بضحك ليه، بس كنت بضحك يعني مش عارفه. انا نسيت اصلا هو كان جاي منين. الست دي ام شعر ابيض دي كانت ملازماني في كل حته، كل ما اروح مكان تفضل تطلع قدامي التليفون، مش عارفه ليه. الفاكهة طبعا بتبقى جاية من كل أنحاء العالم. ده بصوا العنب، ايه العنب، جالنا العنب. يا سلام، شايفين؟ جبت منه برضو، قدرتش ما اجيبش. بس كل ده بقى كنا في الاخر عشان بصوا العربة كانت فاضية. بعد ما خلصت تصوير وقعدت اقول لها استني اصور استني اصور وبعد كده نجيب، عشان ما كنتش عايزة حاجة تفوتني. ان انا لو صورت ومشيت مع تيتا مش هصور يعني. انا اصلا مش كنتش عارفه اصور منها، ما كنتش عارفه خالص، عماله كل شويه تشدني وتقول لي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي. بصوا، عايزاكم تعملوا لايك وشير كتير للقناه اكسبلور. يا ريت الناس اللي مش سالكه عندي على القناه تعمل لي لايك، بعيدا عن الناس اللي بيكتبوا لي كلام جميل قوي بيعجبني جدا. يا ريت يعني، عايزين نوصل 100,000 متابع بسرعة جدا جدا جدا. يا ريت ما تضيعوش تعبي على الفاضي وافضل اهري واتكلم كتير في الفيديو وفي الاخر ما تعملوليش لايكات وما تكتبوليش كلام جميل وما تعملوش اشتراك في القناة، وانتوا حرين. هسيب لكم بس مش في الفيديو ده طبعا، او مش في الفيديو ده، هسيب لكم لينك الفيس ولينك الانستجرام بتاعي. الصفحة بتاعتي برضو اسمها عالم دنيا، بنزل عليها، بس انا مش بنزل عليها كتير بصراحة، بس هنزل عليها كتير الفترة اللي جاية دي، عشان انا عندي حاجات كتير قوي
كل ما افضل القناه وكل ما افضل الصفحه الاقي حاجه تلهيني عنهم، فما بعرفش اشتغل عليهم كويس. بيبقى يا اما شغلي يا اما الفسح والخروجات يا اما كل الحاجات دي. عايزاكم تعملوا لي اشتراك للقناه واكسبلور وتفعلوا لي الجرس. انا مش عارفه بقول ايه، بس التوك جبت من التوك دي. فعلوا لي الجرس ولايكات كتير وكومنتات كتير، وقولوا لي اروح فين، وبلاش برج خليفه ودبي عشان انا كده كده هروحهم. قولوا لي مكان تاني. مش عايزاكم ما تعملوليش لايك وتصلوا على النبي والنبي في كومنتات كتير جدا 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 جدا. انا بحبكم جدا جدا جدا، وبحب كل الناس اللي بتكتب لي في الكومنتات، والله العظيم بتفرحوني قوي قوي قوي. بحس ان انا تعبي ما راحش على الفاضي، على قد ما الكومنتات بتكون بسيطه وقليله، بس على قد ما انا بفرح. يعني انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولك الحمد يا رب، محدش لحد دلوقتي كتب لي كومنت سلبي. مش عايزه بقى ما يكونش في كومنت سلبيه. هستناكم وهتشوفوا فيديوهات تاني كتير.